اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي وده 10 موسم فانتزي ليا. بعض التعليقات المهمه اللي تخص الاسبوع الرابع اللي هيبتدي يوم السبت. اول حاجه لعيبه برايتون: جواو بيدرو، ويلبك، الاتنين مهاجمين بتوع الفريق. ويلبك في الاسبوع الرابع دقائق اللعب بتاعته اضمن، ممكن يلعب 90 دقيقه. جواو بيدرو لعب يوم الاربع 45 دقيقه مع البرازيل قصاد باراجواي. لو رجع في طيارة مخصوص حتى بالكتير قوي، يعني أسرع حاجة يحصل إن هو يرجع إنجلترا الخميس، ممكن يرتاح الخميس يتمرن الجمعة. الماتش يوم السبت فرصته مش كبيرة قوي في ال90 دقيقة. اللعيبة دايما اللي بتسافر من أمريكا الجنوبية بيبقى ليها معاملة خاصة في الرجوع، لأن المسافة بعيدة جدا، فهترجع لحالته البدنية. هنتابع تصريحات المؤتمر الصحفي بتاعت يوم الجمعة. على المدى البعيد جواو بيدرو أحسن. الأسبوع الرابع ويلبك متهيألي ممكن تكون فرصته أحسن. في نفس الفريق برضو برايتون، أحسن مدافع ب4.5 في الأسبوع ده الرابع والخامس هو دانك. الفريق ابتدى عمل 7 نقط، لعب بشكل قوي جدا قصاد أرسنال، فريق منظم. دانك صنع 3 فرص في ماتش أرسنال، كان بيلعبوا قصاد 10 لعيبة، لكن ما زالت أرقامه كويسة. دانك على فكرة بيلعب الكور الثابتة اللي هي من بعيد شوية اللي فوق ال25 ياردة بيسددها، رجليه قوية. كمان دماغه مغناطيس، بيلعب براسه، كل الكور العالية تحسها بتنزل على راسه على طول. بسعر 4.5 نقط إن هو يسجل أهداف أو أسيستات أو ياخد بونص أو يعمل كلين شيت. أحسن واحد في الجولة دي هو دانك. فير بروجن الحارس بتاعهم هو الحارس رقم 1. أكيد فور جرانتي مش هيحصل أي تغيير، هيفضل الحارس رقم 1 طول الموسم. المدرب قال إن أنا مش هستخدم الروتيشن، هستخدم حارس رقم 1 بس. وفي الماتش اللي بعده على طول راح ملاعب فير بروجن، فهو الحارس اللي هيكمل بسعر 4.5. جدول برايتون حلو جدا الماتشين الجايين واللي بعد كده. هيتذبذب الجدول شوية لكن مازال عندهم ماتشات كويسة، والفريق ابتدى عنده 7 نقط في 3 ماتشات. أعتقد هيحاول يستمر شوية بشكل قوي، وما عندهمش روتيشن بسبب ماتشات أوروبا. فريق أرسنال ما تبيعش ساكا، اصبر عليه، يعني سيبه عندك في الفريق. ساكا اندر ريتد الصراحة في الاف بي ال في الفانتازي برغم كل اللي قدمه. حتى هو كابتن اوبشن كل اسبوع زيه زي ساكا وزي هالاند. بقول لك سيبه. انا عارف ان في اصابات كتير في الفريق حصلت وغيابات، ديكلان رايس مطرود مش هيلعب، اوديجارد مصاب، ميرينو مصاب، كاليفيوري برضو ممكن مصاب، ممكن ما يلعبش وممكن يلعب، يعني برضو مش اكيدة قوي. انما كل الغيابات دي هتأثر على الفريق دفاعيا، انما مش هتأثر عليه هجوميا. هو الارسنال وهو بنفس قوته، وعارف ان هو لازم يكسب الماتشين دول اللي هيبقى عنده غيابات. هيلعب الماتش ده توتنهام والسيتي، لو عايز ينافس على الدوري لازم على الاقل ياخد 4 نقط من الماتشين دول. هيحاول يعمل كده بكل الطرق، وساكا عنصر اساسي في الكلام ده، بيلعب ضربات الجزاء والكور الثابته وبيلعب ال90 دقيقة. كمان غياب اوديجارد ممكن يدي افضلية لساكا في حاجة بسيطة انا شايفها. وغياب اوديجارد وغياب ديكلان رايس هيخلي جورجينيو يلعب في نص الملعب. جورجينيو في اللونج رينج الباص بتاعه احسن بكتير جدا من اوديجارد. اوديجارد ما بيعتمدش على اللونج باص، بيعمل على طول شورت باص سريعة سريعة سريعة. جورجينيو لو شاف ساكا بيعمل له السبرنت هيحطها له. جورجينيو متمكن منها جدا ومن احسن لعيبه في الدوري بتعملها. الرانج الطويل اللونج باسز اللي بيعملها للمهاجمين، هيقعد كل ما هتيجي الكوره في رجله هيبص على ساكا، فخلي ساكا معاك. اللي هيتأثر بس ممكن كاي هافرتز، مش هيبقى راس الحربة بتاع الفريق، ممكن يرجع يلعب في نص الملعب مكان اوديجارد، ده مكانه اصلا الطبيعي في نص الملعب. وتلاقي في الهجوم يبقى تروزارد، تلاقي مارتينيلي، تلاقي ستيرلينج حتى ممكن يلعب فولس ناين مكان كاي هافرتز، وكاي هافرتز يبقى ورا. فهتلاقي كاي هافرتز فرصته تقل في ان هو يفنش الهجمة. الماتشات الجدول الصعب بتاع ارسنال والغيابات بتاعتهم تأثر على سليبة كتير، عليه 6 في الحالة دي. نفس الكلام رايا، ولو انه ممكن ياخد نقط على الصدات في الماتشات الصعبة، لكن برضو مع الجدول الصعب والغيابات كتير عليه 5.5. فرقة استون فيلا احسن فريق عنده جدول في الفترة الجاية من دلوقتي لحد اسبوع العاشر مثلا. دوران وواتكنز
ما انا عارف ان الناس كلها تروح تجيب واتكنز تشتريه اوبشن كويس، انما خلي بالك علشان دوران بينافسوا منافسة شرسة. دوران نسبة تحويل الفرص لأهداف أعلى من واتكنز بكتير جدا. يعني لو بصيت على الاناليسيس بتاعته هتلاقي ان هو ارقامه شبه اجويرو، ممكن اعلى كمان من لعيبه كتير ليجندز في الدوري الانجليزي بالنسبه لدقايق اللعب والاهداف اللي بيسجلها في عدد الدقائق اللي بيلعبها. رجليه الشمال قويه جدا، بدنيا قوي جدا، بيلعب براسه حلو جدا، سلاح مدمر. راسه ورجليه الشمال بينافس واتكنز جامد. سجل هدفين، واتكنز مش شارب لسه في تسجيل الاهداف. يوناي ايمري طبعا هو يهمه مصلحة الفريق، يعني مش هيطبطب على واتكنز. عادي توقع جدا انك تلاقي دوران بياخد دقايق لعب كتير قوي من واتكنز. ممكن الاتنين يلعبوا مع بعض، لان الفريق بيلعب 4-4-2 او 4-2-2-2 حاجة شبه كده. انما في وجود روجرز والمستويات العالية اللي بيتقدمها، خلي برضه روجرز معاك في الفريق وفرصه احسن الفترة الجاية لتسجيل الاهداف. يوناي ايمري اتكلم عنه كويس جدا وما كانش عايز يوديه منتخب انجلترا اندر 21 لحد ما اللاعب بنفسه راح اتكلم معاه وقال ان هو عايز يلعب. ويوناي امري ما كانش عايز يروح يلعب عشان يحافظ على الفيتنس بتاعته، لسه الموسم طويل ومش هتقدر تلعب مع الفريقين الماتشات دي كلها. فمعناه ان يوناي امري هيعتمد عليه طول الموسم، وهتلاقيه ممكن يلعب ب90 دقيقة طول الموسم. لعب مع منتخب انجلترا اندر 21 وسجل وصنع، وعلى فكرة سدد ضربة جزاء حلوة جدا وهادي وبارد جدا عامل زي بالمر. بعد ما مشي دوجلاس لويز واتكنز، ارقامه في ضربات الجزاء مش حلوه، ممكن تكون نسبه 50% نجاح او اقل. روجرز ممكن ياخد ضربات الجزاء في فريق استون فيلا، خلي بالك. هو وتيليمانز ممكن يكون هما احسن اتنين مسددين دلوقتي. بما ان روجرز هو مهاجم الفريق ممكن ياخد ضربات الجزاء مش واتكنز. فواتكنز ودوران وروجرز، خلي عينك على روجرز. واتكنز ودوران برضو وراقبهم ايه اللي هيحصل معاهم الفترات الجايه. لوكاس دين من احسن المدافعين بسعر 4.5. جدولهم كويس، كرياتيفيتي بتاعته هايله جدا. لوكاس دين في فورمه كويسه جدا. ماتسون اللعيب اللي هو الباك الشمال التاني اللي الفريق اشتراه السنه دي، اعتقد هتبقى فرصه اكتر في الشامبيونز ليج. هو لعب مع بروسيا دورتموند السنه اللي فاتت، وصل معاهم لحد النهائي، فعنده اكسبيرينس اكبر في الشامبيونز ليج. ممكن تلاقي يوناي امري بيلعبوا في الشامبيونز ليج ولوكاس دين يفضل في الدوري يلعب بالكرياتيفيتي العاليه بالكورسات بتاعته. بواحد زي دوران واتكنز بيفنشوا الكور كويس جدا. دوران فينيشر خطير، مش هيقدروا يخلوه على الدكه وقت طويل، ومش هيقدروا يسيبوه في الفريق بتاع استون فيلا لو فضل قاعد على الدكه. هيبقى من اهم اللعيبه في الدوري السنين الجايه. فلوكاس دين كمان بسعر 4.5 هايل للفترة الجاية. بالمر هيلعب، ما تخافش، خليه معاك. اتمرن هو طول الفترة بتاعت انترناشونال بريك دي، اتمرن وهيلعب، وممكن كمان يجيب نقط كتير. هو اكتر نقط جابها السنة دي اللي عمل فيها 3 اسيستات واحرز هدف كان بره ملعبه. الماتش الجاي كمان بره ملعبه. بره ملعبه يعني بيلعب فريق بيبقى عايز يكسب قصاد جمهوره وعايز يعمل هجمات وعايز يلعب كرة حلوة. دي هتدي فرصة لتشيلسي ان هو يلاقي مساحات ويصنع فرص. اخر حاجه عايز اقول عنها، خلي بالك منها جفارديول. انا عارف ان الناس كلها بتبيعه علشان هو مش بيهاجم زي ما كنا شايفينه السنه اللي فاتت، وكمان عشان الروتيشن ريسك ما بقتش موجوده بعد اصابه اكي اتصاب اصابه في الانكل ممكن تكون كبيره، ممكن يقعد شويه كتير ما يلعبش. فكده ناحيه الشمال كليفت سنتر باك او كليفت باك جفارديول حاجز مكانه فيها، ففرصه اكتر في دقايق اللعب وخطر اقل في الروتيشن. ريكو لويس المغامرة بتاعت الفانتازي السنة دي، ومش شرط ووكر يرجع يلعب مكانه. يعني مش شرط ووكر أول ما يجهز بدنيا يرجع على طول وريكو لويس يقعد، لا الأمور مش بتمشي كده بالظبط. ريكو لويس وجوده في تشكيلة السيتي بيخلي الأداء والخطة والتنفيذ والشكل وكل حاجة بتحصل غير ووكر موجود، لأن هما اتنين لعيبة بمواصفات مختلفة عن بعض خالص. فريقه لويس انا شايف ان هو مكمل في المكان الاساسي شويه في الفريق، بيعمل الدور بتاعه بشكل عالي جدا. وممكن ووكر يبقى بيلعب اكتر في دوري الابطال او ممكن في الماتشات الكبيره الصعبه في الدوري. حاجه كمان، ريكو لويس لعب مع منتخب انجلترا الماتش اللي فات
قصاد مين؟ فنلندا تقريبا، لعب باك شمال، وكان متمركز كويس جدا، وبيتمركز برضه في اماكن هجوميه، وبيتصرف باريحيه من غير استعجال من غير ضغط. لعيب هايل جدا في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، فكده ممكن تلاقيه في السيتي حتى لو ووكر رجع عنده فرصه يلعب في الناحيه الشمال. في تاني ماتش لما ووكر نزل في الشوط التاني ما نزلش مكان ريكو لويس، نزل مكان جفارديول، وراح ريكو لويس ناحية الشمال شوية، فريكو لويس بيلعب يمين وشمال بسعر 4.7، هيقلب الفانتزي النهاردة السنة دي. اعمل فولو واعمل سبسكرايب ولايك للقناة على اليوتيوب وعلى التيك توك بالذات عشان تجيلك نوتيفيكيشن باللايف. بفتح اللايف يوم الخميس بالليل والجمعة بالليل، وفي جزء مخصوص لتوقع نتائج الماتشات. شكرا، يا رب الفيديو كان عجبك.